الفنانين بدمشق وبحضور مئات الأطفال الفلسطينيين، انطلق وفد من الفنانين السوريين في بادرة تضامنية مع أهل غزة. انطلقوا إلى غزة يحملون تعاطفهم ورغبتهم الشديدة بمساعدة أهلها، ويشدون على يدهم كي تزداد عزما وصمودا. طبعا الرسالة لكل العالم انه الحصار ما راح يخلي الشرايين مسدوده. مثل ما عم تشوفي نحن هلا رايحين لاراضي غزه حتى نكون مع اطفال غزه، مع دماء غزه، مع اهلنا في غزه، في محنتهم، في حصارهم، حتى نقول انه نحن معكم ونحن قلوبنا معكم. وأيضا معهم رسائل كثيرة من أطفال فلسطينيين يعيشون في مخيم اليرموك في سوريا، لكن تبقى لفلسطين بلدهم مكانة الوطن. أنا جاي لهون مشان غزة. القدس ترتيل المآذن إذ تفيق، تسبيحة الجرس العتيق، جولاننا شبعة ومزرعة الغجر، شبرا فشبرا من فلسطين انبدر. الزيارة ليست بريئة من تحريض الرأي العام ومن رغبة صادقة في خرق الصمت ودفع العرب إلى التضامن والوحدة من أجل كسر الحصار الإسرائيلي الجائر. سوريا وشعب سوريا وحكومة سوريا وقائد سوريا يقفون إلى جانب شعبنا العربي المكافح والمحاصر في غزة، وسيعبر وفد نقابة الفنانين عن هذا الموضوع. رسالة ثانية يمكن قد تكون موجهة إلى الفنانين العرب الآخرين بأن يعني نتمنى أن تصيبهم هذه العدوى. الفنانة سوزان نجم الدين التي حملت بيدها غصن زيتون قالت أيضا إن هناك مفاجآت كثيرة تنتظر أهل غزة. حملت معي من سوريا شجرة زيتون من أولادي الأربعة، لأنه كانوا حابين يروحوا معي بس ما قدروا. كل واحد منهم كتب اسمه هون، لأنه الزيتون هو رمز السلام، وإن شاء الله هلأ بنزرعه وبندمج التراب السوري مع التراب الفلسطيني هونيك، وإن شاء الله بنروح وبنشوفها كبرانة لهالشجرة ونتفيا بظلها. هي مبادرة من نقابة الفنانين، وهي الرحلة الأولى، وإن شاء الله بتبعها رحلة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعشرة، يعني مو بس من الفنانين. هلا في مفاجآت ثانية بعدين لغزة. الفنانون الفلسطينيون لم يتمكنوا من المشاركة بهذه الرحلة التضامنية بسبب رفض السلطات المصرية. أنا أناشد سيادة الرئيس حسني مبارك عبر كل القنوات أن يسمح ل 11 فنان فلسطيني مقيمين في سوريا لزيارة قطاع غزة. نحن منزور قطاع غزة بيكون وسام على صدرنا، بيسمح لنا نزور قطاع غزة كتر الله خيره، ونحن لن ننسى فضله طيلة محوينا. نحن وصولنا إلى قطاع غزة والله نعتبره وسام على صدرنا. والله يا أستاذ دريد قسما بالله العظيم ما عرفت نام، خاصة بعد ما بلغني الأستاذ أسعد عيد بأنه الفلسطينيين ممنوعين من زيارة غزة. نحن فنانين لا معنا سلاح ولا معنا تموين ولا معنا شيء، رايحين بحب وراجعين بحب. فنانون سوريون في طريقهم إلى غزة يحملون إليها ولأهلها الرسائل ويمسحون عن وجهها التعب. كثيرة هي المعابر التي تفضي إلى غزة، لكنها أشبه بسدود تشرق على غزة شمس، لكنها شمس الحصار. إسرائيل تعربد، مجتمع دولي صامت، وعرب كما اعتدناهم متفرجون. خنساء الحكمية، تلفزيون الدنيا. مع وفاة 4 حجاج